بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الوجهة تاعنا راح تكون للجنوب الجزائري، وبالضبط بوابة الصحراء أو ما تلقب بعروس الزيبان. يا ابن امك انا قد بسكرت سبات ضياع. الدبارة هذه اللي راكم تشوفوا فيها هي أكلة شعبية عبارة عن حساء حار متكون أساسا من الحمص والفول، مع صلصة معدة من مجموعة من البهارات مثل الفلفل الأسود والكركم، يضاف إليها زيت الزيتون طبيعي الذي يضيف نكهة شهية لهذا الطبق. تفصيل نشوفوا. اعطيني تجيب لي حبيبي. اي والله. جاي يا اخويا. تبعوا معايا خاوتي، رانا نفاصل المركب السياحي سيدي يحيى عين جرب، بعيدة حوالي 2 كيلومتر وراء مركب سيدي يحيى. هذه صورة قديمة لعين جرب، هذه التقطت عام 1911. طريق راهي بيست فيها 2 كيلومتر وراء المركب تاع سيدي يحيى. شوفوا معايا خاوتي، هذه شهادة تاع واحد كان مريض بالإكزيما. جيتها أول مرة سنة 2000. كنت مريض بالأكزيما لدرجة أن من أعصر يدي يسيل دم. جريت باش نداوي، ما جابش ربي العلاج حتى دليت على المنطقة هذه. اغسلت بها مرة واثنين وثلاثة، جاب ربي العلاج. أنا شخصيا الناس اللي نعرفهم حوالي 20 واحد اللي ارتاحوا،
وكاين اللي حتى في منطقه ولايه تيبازا كاين ناس تعذر عليهم باش يجوا هنا، بعثت لهم وكانت النتائج طيبه، يعني ارتاحوا بحول الله. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. رانا في بسكرة، راكم تشوفوا الخلا مخلي، جينا نشوفوا بركة الجرب ونديو شوية ماء. هيا معايا تشوفوه. نجربوا من حرام. ملاحظة برك خاوتي، هذه العين راه يقصدوها الناس اللي تعالج الأمراض الجلدية، وأنا سبق لي وزرتها عام 2022 وديت منها الماء لعلاج طفلة صغيرة، وبالفعل في مدة 15 يوم الطفلة ارتاحت والحمد لله. وبهذا نكون وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى ينال إعجابكم، وما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير تشجيعا لنا لنقدم لكم الأفضل، والسلام عليكم.